معانا ضيفنا النهارده ضيف جميل جدا من اروع حراس المرمى اللي شهدتهم مصر الفتره السابقه، ومن انجازاته ان هو من اللعيبه المميزين في كره القدم. كابتن محمد دغش، اهلا بحضرتك معانا في برنامج شباب شو. اهلا بيك يا مؤمن، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، وكمان شكر خاص لمدير الانتاج الاستاذ مصطفى عبد المنصف وكل فريق العمل بالبرنامج. وهنسال ضيفنا كابتن محمد دغش اول سؤال عندنا ليك يا كابتن محمد: ازاي ابدا مع طفلي وهو صغير من سن كام سنه، وايه الحاجات اللي ممكن ولي الامر يعملها؟ دي اسئله كتيره جدا بتتردد في كل البيوت المصريه، خاصه الابهات والامهات بيبقوا عايزين يعرفوا معلومات عن ازاي ابدا مع ابني ومن سن كام. والله في البدايه لعيب الكوره بيبدا طبعا من 5 سنين ل6 سنوات. ده الوقت المناسب اللي انت تقدر تزرع فيه حته الموهبه سواء الموهبه المصنوعه او الموهبه اللي انت واخد لاعب كوره فعلا عنده الموهبه. بتبدا معاه من السن 5 سنين او 6 سنين. تمام. طيب انا كنت عايز اسال برضه حضرتك سؤال مهم تاني: هل لازم الطفل يكون موهوب علشان خاطر يمارس لعبه كره القدم، ولا هو ممكن يجي من خلال التدريب والوحدات التدريبيه والبرنامج التدريبي اللي بيحطه مدرب اللاعب ده ممكن يبقى محترف؟ مش شرط يكون موهوب. الممارسه في البدايه من الصغر اكيد دايما اللعيب الموهوب بيبان عليه من البدايه، طبعا لمساته الموهبه بتبقى باينه من الصغر. اللعيب المصنوع اكيد في لعيبه كتير قوي احنا شفناها من خلال الدوري الممتاز ومن جميع الدول الاوروبيه، بيبقى في لعيبه طبعا مصنوعه من التمرينات الرياضيه، بيبقى في احتفاظ، بيبقى في التزام، بيبقى في ممارسه تمرين بشكل يومي. ده بيؤدي للعيب مصنوع مش لعيب موهوب. اللعيب الموهوب بيبقى عنده بيبقى محتاج الفنيات، بيبقى عنده لمسات موهوب بيها مولود بيها. اللعيب المصنوع بالاجتهاد وبالتمارين بيصبح لعيب كوره. تمام، يعني ممكن لعيب يكون عادي مصنوع مفيش مشكله يبقى لعيب كوره ويحترف كمان بره مصر. اكيد طبعا اكيد. طيب في سؤال برضو مراودني كده وحابب اساله. بعض اللاعبين في الناشئين بيشاركوا في الاعمار السنيه الكبيره في التدريبات وفي من خلال الاحتكاك، هل ده بيعود عليهم بالاثر الايجابي ام الاثر السلبي؟ والله يا مؤمن خلينا نقول ما فيش لعيب بيطلع بيتصعد لفريق اكبر منه لما يكون فعلا عنده الموهبه. اكيد بيتزاد خبره جدا قوي مع الفرق الكبيره، بيبقى في احتكاك في دوري البراعم او دوري الناشئين، بيبقى في احتكاك طبعا قوي جدا. فبالتالي اكيد بيستفاد جدا قوي مع الفرق الاكبر منه استفاده قويه. جميل جدا جميل جدا. طب في الفتره الاخيره دي احنا يعني عايز اقول احنا ما سمعناش عن الانديه الكبيره او حسينا الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك ما بيحاولوش يجيبوا لعيبه مصريين وبيعتمدوا تملي على اللعيبه اللي بيجيبوهم من الدوري الانجليزي عشان يشاركوا معاهم في بعض البطولات. هل ده معناه ان احنا ما عندناش كوادر تقدر تتحمل المسؤوليه، ولا هم الانديه دي خلاص بيستسهلوا؟ لا خلينا نقول برضو اللي انا كمدرب ماسك فريق طبعا دوري ممتاز باين على الساحه، عاوز اعمل اسم كمدرب برضو، اكيد انا بستسهل اجيب لعيب جاهز جاي من الانديه سواء من الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه. اكيد احنا شفنا الفتره الاخيره في تنقلات رهيبه في داخل الدوري الممتاز، في تنقلات للعيبه شايفينها. انا كمدرب ببقى بستسهل، ببقى حابب ان انا اجيب لعيب يشيل فرقتي واظهر بصوره كويسه في الدوري الممتاز. عشان اجيب ناشئ من تحت محتاج ان انا اصبر عليه، محتاج ان انا اديله جرعات تمرين كتيره، لكن انت في الدوري الممتاز ما عندكش الوقت الكافي اللي انا اقدر اصنع لسه لعيب ناشئ من تحت، ودي حاجه خطيره جدا قوي هتسبب في المستقبل الكره المصريه خساره كبيره جدا. فعلا فعلا. طيب انا كنت عايز اعرف ليه يعني بيحصل زياده في عدد المحترفين الاجانب، وهل ده بيبقى ليه اثر سلبي على لاعبين الكوره كلهم بشكل عام ولاعبين الكوره الناشئين بشكل خاص، ولا ايه؟ نفس الموضوع اللي انا لسه بتكلم معاك فيه، اللي انا بستسهل اللي انا اجيب حد يقوم فرقتي، بستسهل اللي انا اجيب محترف يقوم فرقتي. انا مش مع يعني انا ما عنديش اعتراض اللي يبقى فيه لعيبه محترفه داخل مصر، بل بالعكس بتقوي الدوري المصري، بيكون فيه احتكاك قوي، بيكون فيه مكاسب قويه. الموسم الماضي كان فيه صراع ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز والاهلي والاسماعيلي، لكن زياده العدد المحترفين في كل الفرق اكيد ده بيتسبب خساره كبيره جدا قوي للعيبه المصريه. يعني لازم يبقى في كوادر مصريه موجوده معانا في الجهاز الفني واللاعبين المشاركين في البطولات. تمام كده. نيجي بقى للسؤال المهم اللي يعني الناس كلها بتستناه وبتنتظره. كابتن محمد دغش، المهم في السؤال ان حضرتك تجاوب عليه بكل صراحه. السؤال: حضرتك احترفت بره مصر، طيب تقدر تحكي لنا عن تجربتك في احترافك بره مصر، وهل انت تأقلمت مع الغربه والاحتراف في نادي فرانكفورت بسرعه ولا خدت وقت؟ والله في البدايه انت كنت بتسالني بدايه نشء كره قدم للناشئ. يعني انا بدات في ناشئين نادي الزمالك، ثم انتقلت لنادي الشرقيه للدخان، ومن نادي الشرقيه للدخان حرس الحدود، من حرس الحدود بترول اسيوط. والحمد لله رب العالمين كان عندي اصرار وعندي عزيمه ان انا اواظب على تمريني بشكل يومي، ومن خلال مشاركتي مع بترول اسيوط كناشئ انضميت لمنتخب الشباب تحت قياده الكابتن ربيع ياسين.
الحمد لله فضلت 3 سنين في منتخب الشباب. من خلال منتخب الشباب انتقلت لنادي انبي. كان في صراع قوي جدا قوي للانتقال من بترول اسيوط لنادي انبي. عشت مغامرات كبيره بقى. جدا. كانت المغامرات بالنسبه لي هي المغامره الانتقالي من بترول اسيوط لانبي كانت صعبه جدا قوي جدا. اكيد كلنا عارفين بترول اسيوط وانبي مؤسسه واحده بتروليه. تمام صح. لكن كان في صراع الحمد لله كنت ثابت نفسي بترول اسيوط. لكن الحمد لله الكابتن سيد ياسين الكابتن امام محمدين وقفوا معايا جدا قوي في الانتقال لنادي انبي. والحمد لله قدرت من انتقالي لنادي انبي ان انا اثبت نفسي وانتقل احترف في احدى دول الخليج فتره ل6 سنين. من خلال معسكر في فرانكفورت ناس شافوني كشافين هناك. قعدت سنه في فتره احترافي في فرانكفورت. الحمد لله قدرت ان انا اثبت نفسي وذاتي ولعبت موسم ونزلت لمصر. طبعا انضميت لوادي دجله فتره قصيره وتم اعتزالي. جميل جدا، جميل، تاريخ مشرف فعلا كابتن محمد. بس في سؤال برضو جميل جدا عايز اساله لك. اتفضل. ايه اكتر لحظه جالك فيها يأس وعديت ازاي مرحله اليأس دي؟ يعني عايزك توضح لنا يعني. والله بصي لعيب الكوره لازم يكون عارف اللي فيه خطوات بيمر بيها صعبه جدا. لازم يكون اللي فيه عواقب كتير هتقابله. اول حاجه لازم نبعد عن اي حد بيحبطنا، نبعد عن اي حد سلبي. اكيد مريت بتجارب كتيره جدا. اول تجربه انا مريت بيها بجد يعني اثرت في نفسيتي انتقالي من بترول اسيوط لانبي. ده كان فيه صعوبه جدا قوي. استمر لحوالي 4 شهور او 5 شهور. الحمد لله كابتن سيد ياسين والكابتن امام محمدين قدروا اللي هم خلال الفتره دي خلصوني من النادي. كان تأييدي قبل الكيد ما يقفل بحوالي 12 ساعه. فكنت قاعد على اعصابي طبعا وكان بالنسبه لي حلم حياتي. انا ولا كنت باصص لفلوس ولا عقد ولا اي حاجه. انا كنت عاوز انتقل فعلا لنادي انبي. نادي انبي من الانديه اللي ليها الخير عليا. نادي انبي كان افضل من قطاع الناشئين في الوقت اللي انا كنت فيه. فكان عندي الاصرار والعزيمه ان انا اكون موجود في الكيان دوت. جميل جدا، جميل جدا. طيب ليه اللاعب المصري بشكل عام كده مختلف عن اللاعب الافريقي في حته ان هو يتاقلم مع في حاله الاحتراف، يتاقلم في الدوله بسرعه اللي هو يسافر ليها او يحترف فيها اكتر من اللاعب الافريقي ما بيحاولش ان هو يتاقلم؟ خلينا نقول ان اللاعب المصري دايما بيروح بيحترف بتقابله برضه عواقب صعبه جدا قوي. انا راجل رايح احترف ومصري ورايح العب على لعيب اوروبي او افريقي في الدوله اللي انا فيها بيلعب بقاله 5-6 سنين. فبالتالي الفرصه بتبقى صعبه شويه. ممكن يقعد ما يلعبش. الاعلام بيبتدي يتكلم عليه بصوره سلبيه. بيبتدي يقول طب انا خلاص خدت تجربه الاحتراف ليه لا انا انزل بلدي تاني اهلي زمالك يقدر ياخدني. خلينا واقعيين شويه. اي لاعب بيحترف بره بينزل انديه القمه بتتصارع عليه فما بيبقاش عنده الاصرار والعزيمه. فده بيبقى نقطه بجد يعني كل اللعيبه المصريه بتقع فيها بره. حته التحمل اللي انا اكون قاعد بنتظر الفرصه اللي تجيلي واثبت فيها ذاتي ونفسي. طيب هل احنا قادرين دلوقتي نشوف محمد صلاح جديد في الارض المصريه، مصرنا العريقه، يطلع منها محمد صلاح تاني وتالت ورابع يشرف مصر؟ في نقطه جميله جدا انت اتكلمت فيها يا مؤمن. محمد صلاح بدا من مركز شباب صغير لنادي المقاولين. اجتهد، كان عنده اصرار، اراده بيتمرن كل يوم. عنده طموح غير عادي. برغم اللي هو طلع وقال انا ما كانش عندي يعني تفكير اللي انا اصلا احترف بره، لكن كان عنده اصرار. وصل من مركز شباب لنادي المقاولين للنادي للانديه العالميه. وصل بطموحه باستمراره، تمرينات كل يوم، بيواظب على كل ما هو يفيده في الرياضه. ده اللي وصله، ده اللي خلاه يوصل. الاصرار والاراده ده يعني شيء اساسي مهم في كل رياضي يعني بدون اصرار واراده مش هيقدر الرياضي ان هو يتواصل، ودي من سمات الرياضي. اكيد اكيد طبعا. انا لسه في بدايه كلامي بكلمك وبقول لك انا عاوز ابدا ناشئ استثمر. يعني في نقطه انت حضرتك اتكلمت فيها، نقطه ولي الامر. ولي الامر انا اكيد في الفتره اللي احنا فيها دي اي ولي امر بيبقى بينتظر ابن محمد صلاح القادم. فلازم من البدايه يكون عندي اصرار ان انا اودي ابني، اكتشف ابني، استثمر ابني رياضيا. كتير مننا عاوزين يستثمروا الحته دي لكن ما بيمشوش في الطريق الصح. انا بشكر حضرتك جدا كابتن محمد داغي، وان شاء الله يبقى في حلقات تانية ما بيننا والناس تستفاد من حضرتك. وهنقدم دلوقتي معلومه لكل اللاعبين ولكل ابنائنا في البيوت المصريه، اهميه الرياضه للطفل. تجعل الجسم قويا وصحيا بشكل دائم من خلال تنميه العضلات وتقويتها وتقويه عضله القلب، وكمان بتفرز الماده البيضاء في المخ اللي بتساعد على قله القلق والارهاق والتوتر، وتخليه جهاز المناعه عنده كويس جدا. وندخل على اخر حاجه والسؤال الرياضي، وسؤالنا النهارده لجمهورنا الجميل من ضيفنا. السؤال: من هو اول فريق فاز بالدوري الانجليزي الاول؟ وفي نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ مصطفى عبد المنصف وكل فريق البرنامج، ومع تحياتي كان معكم مؤمن كمال من برنامج شباب شو.
عيش رياضي.